صدمة مدوية هزت الشارع الجزائري بعد أن كشفت مصالح الأمن بمدينة سطيف عن فضيحة صادمة. 20 حمارا مسلوخا كانت في طريقها إلى الأسواق لتباع على أنها لحوم حمراء صالحة للاستهلاك. الواقعة التي أحدثت ضجة واسعة بدأت بعد مداهمة مسلخ سري في حي عين السفينة شرق سطيف، حيث سقطت عصابة من الجزارين متلبسة بحيازة لحوم الحمير جاهزة للتوزيع على المستهلكين الذين يقبلون بكثافة على شراء اللحوم في شهر رمضان. وبينما يجهز المواطنون موائد الإفطار، كانت هذه الشبكة الإجرامية تخطط لتسريب لحوم الحمير إلى المطاعم ومحلات الجزارة، مستغلة ارتفاع الأسعار وطمع بعض التجار. وبحسب تقارير إعلامية محلية، تم إيداع 3 متهمين الحبس المؤقت، بينهم واحد من كبار الجزارين في المدينة. الحادثة أثارت قلقا في الشارع الجزائري، إذ بات المستهلكون يتساءلون كم من مرة وصلت لحوم الحمير إلى موائدنا دون أن نعلم، بينما طالب المواطنون بتشديد الرقابة على الأسواق والمسالخ وفرض أقصى العقوبات على المتورطين في هذه الجريمة.